كنت دايما بسمع قصص من ناس دخلوا الدارك ويب بدافع الفضول، بس دايما كانت نهايتهم مأساوية. بس أنا ما كنتش بصدق الكلام ده لحد ما شفت بعيني اللي حصل لصاحبتي مي. قبل ما أبدأ، لو بتحبوا قصص الرعب والغموض ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة دراما من الواقع، ويلا نبدأ الحكاية. في يوم كنا قاعدين في كافيتيريا الجامعة زي العادة، بس المرة دي مي كانت غريبة جدا. وشها شاحب، ايديها بتترعش، عينيها فيها خوف مش طبيعي. قربت مني وقالت بصوت واطي كأنها بتقول سر: امبارح دخلت على موقع في الدارك ويب، موقع بيعملوا فيه لايفات لطقوس السحر. قلت لها وانا مستغربة: يا بنتي دي اكيد فيديوهات تمثيل ولا هزار. هزت راسها وقالت: لا، كان حقيقي، كنت هشترك بس قفلت الصفحة فجأة، وبعدها بدأ يجيني رسائل ومكالمات من أرقام غريبة. سكتت شوية وبعدين قالت بخوف: هما بيبعتولي نفس الكلام كل مرة، وكل ما أعمل بلوك رقم جديد يكلمني. سألتها: بيقولولك إيه؟ بصت حواليها بتوتر وقالت: مش قادرة أقول، هما شايفيننا. وقامت بسرعة كأنها بتهرب من حاجة محدش شايفها غيرها. تاني يوم مي كان شكلها مرهق جدا، شعرها منكوش، عينيها حمرا، وشها باهت. كانت ماشية في طرقة الكلية ولقيتها واقفة لوحدها بتدندن بكلام مش مفهوم، وبتكتب على الحيطة بخط كبير: أنا ملعونة، أنا ملعونة. ندهت عليها بخوف: مي. لفت لي بسرعة. نظرتها كانت مرعبة، عينيها كانت مفتوحة على الآخر، وشها كله عرق. وبعدين رمت القلم ومشيت كأنها مش شايفاني. بعد يومين وانا معدية جنب الحمام سمعت همس غريب. فتحت الباب بهدوء ولقيتها واقفة قدام المراية بتكلم انعكاسها بصوت تخين ومخيف. كانت بتقول: لو ما نفذتيش أوامري مش هسيبك في حالك. وبعدين سكتت وبصت لي من المراية وضحكت ضحكة خفيفة مرعبة وقالت: هو بيراقبني يا رودينا، لازم اسمع كلامه. جريت بره وانا قلبي بيخبط في صدري. تاني يوم ما شفتهاش في الكلية، بس آخر اليوم شفتها ماشية مع بنت من الجامعة ناحية الجنينة المهجورة اللي جنب الكلية. قلبي وقع فمشيت وراهم. المكان كان ساكت بطريقة تخوف، ولما وصلت الدم اتجمد في عروقي. ميت وماسكة شوكة شكلها من الكافيتيريا وبتغزها بيها وهي بتصرخ. صرخت وانا بجري: مي، بتعملي ايه؟ بصت لي بابتسامة مجنونة وقالت بهمس: هو اللي قال لي اعملي كده، لازم اعمل كده. هجمت عليا بتصرخ زي الحيوان المفترس. فضلنا نضرب في بعض لحد ما راسها خبطت في شجرة، وبعدين كل حاجة سكتت. بعدها بكام يوم عرفت ان مي في مصحة للأمراض النفسية، ولما رحت اشوفها اتصدمت. كانت مربوطة ووشها كله خرابيش وجلدها ملتهب، والحيطان كلها مكتوب عليها: أنا ملعونة، أنا ملعونة. قربت منها وقلت بصوت مكسور: مي. بصت لي وابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: رودينا، خلاص اتملكوا مني، اوعي تدخلي هنا. من ساعتها كل مرة بشوف إعلان من موقع غريب بفتكر وشها وهي بتقولي: أنا ملعونة. دي كانت قصتنا النهاردة من قناة دراما من الواقع. استنوني في قصة جديدة مرعبة ومليانة غموض، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وخلي بالك الفضول ساعات بيكون لعنة.